الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهارده إن شاء الله على مرض للأسف بدأ يبقى كتير جدا في المستشفيات، وهو مرض اللوكيميا أو سرطان الدم. الحقيقة عشان نبسط الناس، مرض سرطان الدم في منه الحاد وفي منه المزمن. الحاد ده في السن الصغير بيبقى يعني بيتعامل الاول. طبعا بيحاولوا يدوا علاج كيماوي، بس نسبه فشله بتبقى كبيره الحقيقه. علاج كيماوي وهو بيبقى فشل كامل في نخاع العظم اللي هو بينتج الصفائح الدمويه وخلايا الدم الحمراء والخلايا الدم البيضاء. الصفائح الدمويه هي المسؤوله عن التجلط، فبالتالي بيبقى فيه سيوله شديده جدا. كرات الدم الحمراء هي اللي بتوصل الاكسجين والغذاء للخلايا، فبيبقى فيه انيميا حاده جدا. خلايا الدم البيضاء هي المسؤوله عن المناعه، فيبقى فيه ضعف شديد في المناعه. ففشل كامل يعني محتاج نقل دم بصفه مستمره عقبال ما انت تحاول تعالج كيماوي. والحقيقه زي ما قلت لكم الحاده نسبه الفشل فيها بتبقى عاليه علاج كيماوي، وبالتالي بيبقى الحاجة المنقذة للكيس دي أو للحالة دي هي عملية زرع النخاع. السن الصغير بيبقى نسبة نجاح فيها عالي بدرجة كبيرة، خاصة ان انت بتجيب المتبرع بيبقى غالبا الأخ أو الأب أو الأم من الدرجة الأولى، يعني قرب الدرجة الأولى. لو حد كبير في السن الحقيقة بتبقى يعني نسبة فشله أعلى بكتير. طيب بالنسبة للمزمن، المزمن بيبقى فشل جزئي في خلايا الدم في نخاع العظم، فبالتالي خلايا الدم بتنتج بس مش بالدرجة الكافية، فيبقى محتاج نقل دم في فترات متباعدة، عكس خالص الحاد اللي عايز نقل دم كل اسبوع لترات دم وصفايح وحاجات كتير. انما المزمن كل فترات، وبياخد علاج كيماوي، والعلاج الكيماوي معاه نسبة نجاحه اعلى الحقيقة من الحاد. وغالبا ما بيحتاجش زرع نخاع لانه بيعيش السنوات اللي فاضلاله بطريقه نقل الدم كل فترات متباعده، ومع انك انت بتحاول في الكيماوي مره واثنين وثلاثه، ويبقى الدنيا مش متسربعه لان في انتاج لخلايا الدم عكس الحد اللي بيبقى تدهور صحته عاليه جدا. طيب المريض اللوكيميا بيموت من ايه؟ بيموت من 3 حاجات. يا اما من علاج كيماوي نفسه ممكن يدمره ويموته لو ما خطرش مظبوط، او لو حصل له اعراض جانبيه جديده منه. يا اما من وانت ماشي على علاج من التهاب رئوي شديد جدا لان المناعه بتبقى ضعيفه. يا اما من نزيف داخلي مفاجئ وشديد جدا بيقضي عليه. فاللوكيميا مرض صعب جدا، ربنا يعافينا جميعا. مالوش اسباب بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني نتمنى من الله ان يقينا جميعا هذا المرض، وان يحسن ختامنا جميعا، وما نحتاجش وما يجيلناش هذا الابتلاء الشديد، وما نحتاجش حتى لأقرب الناس لينا. اتمنى الجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.